أخونا عارف من عمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، الآية الكريمة. يقول: لماذا الناس وليس الرجال طالما فيها الشهوات من النساء؟ هي الآية الكريمة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، نعم، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأنعام. نعم. هو عندما ذكر البنين هذا ألمح إلى رغبة النساء في ذلك. البنين هنا يحملن البنين ويرغبن فيه، ولا ما يحملن ولا ما يرغبن في البنين؟ لا يرغب، الكل يرغب في البنين. النساء يرغبن ولا لا؟ يرغبن. إذن البنين ليس خاصة بالرجال. عندما ذكر البنين هذا إلماح ليس تصريح، إلماح إلى رغبة النساء فيهم. وبعدين والذهب والقناطير المقنطرة، لكن لم يشأ أن يخدش حياءها للمرأة فيقول: زين للنساء حب الشهوات من الرجال. قال: من البنين. هذا البنين فيها إشارة، لأن البنين يأتوا من الرجال. كيف تأتي البنين غير من معاشرة الرجال؟ كيف يأتي الأولاد؟ من معاشرة الرجال. لما قال من البنين دخل فيه النساء تضمينا لا تصريحا. لا، معذرة، حتى هو زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ما عددته الآية الكريمة: النساء والبنين وكذا وكذا. تمام. يعني الناس يحبون شهوة النساء، تمام، وشهوة البنين، مو هكذا؟ والذهب والفضة ما يحبوها؟ صحيح، يحبوها. إذن يحبون البنين. صحيح. البنين من يحبها؟ النساء والرجال. صحيح. إذن دخل النساء في الآية تلميحا. صحيح، تلميحا وليس تصريحا. صحيح. لكن لم يصرح حتى ما يخدش حياءها، حتى لا يقول يعني زين للنساء حب الشهوات من الرجال. لما ذكر البنين دخل فيه النساء تلميحا. طب ليه ما يقول زين للرجال حب الشهوات من النساء؟ الرجال يسعون في ذلك والبنين وينفقون في ذلك. هذه أعم، لأن البنين والقناطير المقنطرة ليست خاصة بالرجال من الذهب والفضة. صح. لا البنين خاصة ولا الذهب والفضة خاصة. وما ذكرها. صحيح. يعني لو قال الرجال تقول لي وين النساء وين يروحون؟ ما يحبوا القناطير المقنطرة، ما يحبون الذهب، هم يحبوا أكثر من الرجال. الله، فعمم. لكن دخل فيه النساء تلميحا. النساء يعني حب النساء للرجال دخله تلميحا بذكر البنين. ما قال من الرجال. لأن لا يحسن ذكر هذا. أيوة. يعني لا يحسن أن يذكر أن النساء زين لها حب الرجال. لا، لكن الرجال ما عندهم مانع. هم يجهرون بذلك. الرجل يتحدث بحب النساء. نعم. يتحدثون بذلك. صح. يسعون في هذا الأمر. صح. ينفقون المال في هذا الأمر. ما عندهم مانع يصرح بذكرهم ويذكره. النساء لا، يتعففن عن ذكر ذلك في الغالب. يعني لا يحسن أن يقال فيهن ما يقال في الرجال. لكن هي الآية شملت النساء. نعم، صحيح. شملت النساء. شملتها أولا، دخلت تحت العموم في الناس زين للناس. ودخلها تلميحا بحب من البنين والقناطير المقنطرة. إذن دخلت النساء في هذا الأمر. صح. لكن لم يخدش حياءها. ولم يشأ أن يفرد الرجال فقط بحب الشهوات من النساء، لأنه في النساء لأنه فيها قناطير مقنطرة ذهب وفضة، ولا في قصر على الرجال فقط. لا، ليس قصر. فالناس تضم الرجال والنساء. طبعا. الناس تضم للجنسين.